السلام عليكم. القلاية الهوائية اللي بدون زيت منتشرة جدا في الفترة اللي فاتت، وكل ما كان الطلب عليها كبير من العملاء كل ما كان الشركات بتنتج منها موديلات كتير بمواصفات مختلفة. النهاردة بإذن الله تعالى هنقدم لحضراتكم تجربة عملية عن القلاية الهوائية اللي بدون زيت، وهنقول لحضراتكم سريعا بعض المواصفات. القلاية الكهربائية المتعارف عليها أول ما نزلت كانت بتقلي وبس، يعني لو حضرتك عندك أي أكل عاوزة تقليها في الزيت القلاية الهوائية كانت بتعمل نفس الغرض لكن بدون زيت. مع الوقت الشركات طورت من أدائها وستات البيوت زودت من اختراعاتها، وأصبحت القلاية دلوقتي بتقلي وبتشوي وبتحمر وبتسخن وبتعمل كل حاجة. القلاية الكهربائية بتتقاس بالساعة اللترية، ولازم حضرتك تاخدي بالك من حاجتين في موضوع الساعة اللترية. ان بعض الماركات اللي اسمها التجاري مش معروف بيكون مكتوب عليها رقم كبير، لكن لو فتحت القلاية هتلاقي ان الساعة بتاعتها اقل بكتير. بعض القلايات بيكون مكتوب عليها 8 لتر لكن الدرج بتاع القلاية بيكون تقريبا 4 او 5 لتر. الحاجة التانية ان الكيلو غير اللتر. بعض ستات بيوت بيجولنا ولما نقول لهم ان القلاية دي 8 لتر يفكروا ان هي 8 كيلو. الكيلو مقاس اصغر بكتير من الساعة اللترية. القلاية الكهربائية بتكون عبارة عن 3 اشكال. اول شكل زي اللي قدامنا بنقول عليها القلاية الدرج. الشكل الثاني بيكون جوه القلاية ارفف والمتعارف عليها واللي بيتقال عليها القلاية الفرن. الشكل الثالث ما بيكونش عملي قوي لان بتكون عبارة عن قلاية درجين، حجم الدرج الواحد بيكون صغير جدا. القلاية الكهربائية لو حضرتك شاريها من داخل مصر ضمان دولي او جايه لحضرتك من خارج مصر فلازم تعرفي ان هي بتتلائم مع الكهرباء بتاعتنا 50 60 هرتز ولا لا. طريقة تشغيل القلاية بتكون عبارة عن تايمر للوقت وتدريج لدرجة الحرارة. الاتنين دول بيكونوا يا اما زراير مانوال او موجودين في شاشة ديجيتال واللي بيكون البرامج بتاعتها اكتر بكتير. طريقة عمل القلاية بتكون عبارة عن هيتر أو ملف حراري بيكون موجود في أعلى القلاية أو أسفلها، ومروحة واللي بتقوم بتوزيع الهواء الساخن اللي ناتج من الملف الحراري. يمكن دي تجربة عملية في استخدام القلاية اللي بدون زيت الاير فراير. يمكن اللي مستخدمنا حجمها قليل شوية ونعرف في الآخر بتاع المحتوى ليه استخدمنا قلاية حجمها صغير. عم رفعت قبل ما يستخدم الدرج بتاع القلاية سخنها حوالي دقيقة كاملة قبل ما يضيف البطاطس لها. يبدأ بعد كده يدهن البطاطس بالزيت، ولو بطاطس أو أي أكلة بتكون بيتي يدهن وش البطاطس بالزيت. أما لو الأكلة دي سواء كانت بطاطس أو غيرها فرم فريتس أو بانيه أو حاجة جاية من السوبر ماركت نص سوا فما بندهنش حاجة لأن هي بتكون مشبعة بالزيت وبتكون واخدة سوا قبل كده. بعد كده بنبدأ نظبط القلاية على 25 دقيقة تقريبا، ده التايمر الوقت. درجة الحرارة على 170 أو 180 درجة تقريبا. خدوا بالكم يا جماعة إن أول استخدام للقلاية ممكن القلاية تطلع ريحة من الهواء اللي طالع، وده ممكن يكون له تأثير على الأكل اللي محطوط، فما ننزعجش لو أول استخدام أو اتنين من الأكل اللي طالع من القلاية بيكون طالع منه ريحة مش كويسة وهي ريحة الاستخدام، وده يعني معتاد في أي جهاز كهربائي بيستخدمه لأول مرة أو اتنين. أكيد عمل أي أكلة بالطريقة دي بدون زيت هتكون صحية بقدر كبير للناس اللي بتعاني من السمنة وزيادة الوزن. كمان استهلاك الزيت هيكون أقل بكتير وهيوفر في الميزانية في ظل ارتفاع الأسعار.
احنا ظبطناها على تقريبا 25 دقيقة، هيعدي 10 دقايق وبعد كده عم رفعت هيبدأ يقلب البطاطس كده. بعد ال10 دقايق التانيين معدوا تقريبا القلاية على وشك ان هي تفصل دلوقتي. احنا ممكن عادي نطلع البطاطس لكن هي فصلت فعلا دلوقتي. هنشوف النتيجة اللي طلع من القلاية، هنشوف لون البطاطس بتاعها تقريبا ومش تقريبا، هو بالظبط نفس اللون البطاطس اللي بتطلع من الزيت. والصوت بتاعها عم رفعت هيورونا دلوقتي، الصوت بتاعها كريسبي وناشف وعاملة زي اللي طالعة من الزيت وأفضل كمان. ده زائد إن هي مفيش أي زيوت مفيش أي دهون، صحية تماما. نقول شكرا يا عم رفعت على مجهودك وتعبك معانا وجزاك الله كل خير. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من أسرار البائعين. لكل العملاء المحبين لأسماء الماركات المعروفة والمشهورة في القلايات زي الكينوود والديلونجي والفيليبس وغيرها من الماركات التانية، عاوزين نقول لهم إن الماركة اللي استخدمناها النهاردة في الفيديو بتاعنا طلعت نتيجة ممتازة. هي تعتبر من أصغر وأرخص الماركات اللي موجودة في السوق. ده لا سمح الله مش عشان إحنا ناس بخلة ولا الإنتاج بتاعنا ضعيف، لكن الفكرة اللي عاوزين نوصلها لحضراتكم إن ليه نجري ورا الماركات المعروفة والمشهورة اللي هتخلي سعرها غالي جدا، مع إن عندنا بدائل تانية كتير هتدينا نفس الغرض. نتمنى نكون وصلنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.